السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقالنا 3 أيام المستشار مرتضى منصور يقول أنا معايا فيديو يدين اتحاد الكرة وهنزله ويمسح البوست، وتاني يخش مداخلة بالليل في قناة الزمالك يقول أنا معايا فيديو لو نزلته هقعد اتحاد الكرة في البيت والكلام ده. فاحنا النهاردة عرفنا ايه اللي في الفيديو. اللي في الفيديو كان قاعد الأستاذ وليد العطار مدير التنفيذي للنادي، مدير التنفيذي لاتحاد الكرة، والأستاذ محمد المشطة والاستاذ مرتضى منصور، وكان في صحفيين وكده يعني. فاداره الزمالك عرضت في الفيديو متصور بالصوت والصوره، عرضت ان اتحاد الكوره ياخدوا ال 300 الف دولار اللي جايين من الفيفا دايركت على اتحاد الكوره، اللي هم بتوع سيف الجزيري مشاركته مع منتخب تونس في كاس العالم. خدوهم، دول كده كده جايين عليكم، خدوهم. فطبعا كان في الاستاذ وليد العطار كان موافق، بس طبعا رجع للاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره، قال له لا، يعني الناس كانت من الناس اللي كانوا متواجدين الساعه 11 ونص قبل غلق باب القيد بنص ساعه، كانوا موافقين على هذا الامر، ان ال10 مليون دول خلاص كده كده داخلين جيب اتحاد الكوره. استاذ جمال علام قال لا، فلوس كاش. ده الفيديو، والاستاذ مرتضى منصور نزل من ساعه ان هو هيعرض الفيديو على صفحته، ورجع مسح البوست تاني. الفيديو ده لو اتعرض مهم جدا 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 جدا. يعني هو ليه؟ طب ما انت الفلوس دي جايه لك وجايه عليك، يعني اتحاد الكوره بيبعت الفلوس الاول للاتحاد المصري، وبالفعل الاتحاد المصري بيحول الفلوس للايه؟ ايا كان، لا ايا كان بقى النادي الاهلي او نادي الزمالك هم اللي عندهم لعيبه شاركت في كاس العالم. انما لا، ليه ما الفلوس تيجي كاش؟ احنا مش ضامنين ايه؟ ما الفيفا هيحول الفلوس. ففعلا في امر غريب بيحصل ضد نادي الزمالك او ضد شخصنة المستشار مرتضى منصور. وده الفيديو اللي الاستاذ مرتضى منصور بيلوح اللي هو هيعرضه، وده فيديو مهم. ده غير ان في فيديوهات تانية، بس ده الفيديو المهم اللي لو اتعرض هيسبب مشكلة لاتحاد الكورة في مصر هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.